في العربيات الحديثه باستمرار بيقابلنا مشكله ان العتبه اللي موجوده تحت دي بتبقى خفيفه، فبالتالي في اي ركنه في اي حاجه حجر اي حاجه على الارض بتلاقي العتبه دي اتطبقت بمنتهى السهوله. ولكن هنا هم عملوا حل تاني عشان خاطر يتخلصوا من المشكله دي اثناء عمليه السمكره، فصلوا العتبه. هندسه ليه فصلتوا العتبه؟ استاذ احمد مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على متابعينك الكرام. بص يا استاذ احمد، دي عربيه اريزو، العتبه بتاعتها بتبقى السماكه بتاعتها 8/10، ودي سماكه الصاج بتاع العربيه 8/10 مللي. بالظبط. للاسف يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يعفو عن صاحب العربيه، يعني العربيه دي عملت حادث. تمام. حصل ان العتبه دي حصل فيها قطع، مش مجرد خبط. حلو. حصل فيها قطع، فكان قدامنا حل من الاثنين، يا اما احنا هنجيب العتبه من التوكيل ونركبها، يا اما هنروح نفصل العتبه. احنا اخترنا الخيار الاصعب ان احنا نفصل العتبه، لان حضرتك لو بصيت هو مش هيبان التفاصيل، وده من جوده الشغل، ان العتبه دي متفصله من الجزء ده لحد الجزء ده. حلو قوي. العتبه دي مش متغيره كده. ليه احنا فصلنا العتبه؟ احنا استخدمنا صاج 1 مللي، وده بتبقى الصلابه بتاعته اقوى بكتير من العتبه الاصليه، فبالتالي هتكون بعد كده في الاحتكاك اثناء السير هتكون قوه التصادم مع الصاج هتكون اقوى، هتبقى افضل يعني. بالظبط. التكلفه هي اياها؟ لا طبعا التكلفه اقل بكتير. انا عايز اقول لحضرتك بس ان العتبه دي متكلفه 300 جنيه يعني. وفي التوكيل اكتر بكتير صح؟ اكتر بكتير طبعا يعني. تمام. لا بصراحه اللي بيشتغلوا في العربيه ديت وعملوا المنظر الجميل قوي دوت ابطال بجد يعني. تحياتنا ليهم. ربنا يحفظ الناس ويبعد عنهم يا رب شر الحوادث. ثانيه واحده معلش. ابطال ايه؟ زمن الاخطار. زمن الاخطار؟ انت بتعمل ايه؟ احنا بنسحب الكبوت. ليه؟ يعني ليه ما في اجزاء واطيه في الكبوت بنشدها بالمكنه. طب دي بديله ايه؟ بديل اللندا والشغل بالنحاس واللحام بالسلك. تمام. يعني ديت بديله الشغل بالنحاس والسلك. تمام. قول لي كده طريقه التشغيل بتاعتها وايه الفوائد اللي بتعود عليها؟ اولا اول فايده ان هي ما بتعلمش في الكبوت من جوه. ما بتعلمش. تاني حاجه الكبوت ما بيفكش من السيليكون بتاعه، بيفضل بعزمه زي ما طالع من المصنع بالظبط. يعني انت عشان خاطر تشتغل باللمبه تمام بالشغل العادي بيفك عزم الكبوت، فمضطر ان انت تفك الكبوت عن بعضه، العظم عن الكبوت، فبالتالي بيضعف معاك لما تيجي تركبه. طبعا بيسيب اثر في الكبوت، بيدلوش نفس العزم، فاكنك اصلا شغال على البارد يعني. بالظبط. هو ده ما بيعلمش في الكبوت من جوه. احنا شادين بالمكنه اهو دلوقتي. العربيه دي اتصورت قبل كده وقالوا عليها اللي هي الكبوت بتاعها مستحيل يتصلح، لازم يتغير. اهو الكبوت قدام عينيهم اهو وشايفينه، الشغل زي ما انت شايف اهو، كل حاجه بترجع تاني زي ما كان. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ما فيش اي حاجه. والحاجه الاحلى ان انت ما تفتح الكبوت ما بتلاقيش اي اثار من الشغل اللي احنا عملناه. تمام. اشكرك يا باشمهندس خالد. شكرا يا هندسه. امشي كورنر. شكرا ليك. مع السلامه.